وأخيرا خروج صادم من صديقة سارة وجدة الله يرحمها والمسمات سلوى، ونتائج التحقيق الهاتف تكشف الحقيقة الفيديو المفبرك والسر الخفي وراء وسواس هذا الزوج ملفلة. إخواني أخواتي المستمعين الكرام، السلام عليكم. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم في تمام الصحة والعافية بإذن الله القدير. لهزت مدينة وجدة والمغرب كامل قضية الشابة الراحلة سارة الله يرحمها وجنبتوها الجنة، ما زالت كتعرف خروج شهادات حية ومستجدات رسمية واللي كتزلزل الرأي العام وكتظهر حقائق كاملة للعلن وبلا زواق بطبيعة الحال. اليوم الصمت تهرس بطبيعة الحال، وأقرب صديقة للراحلة سارة المسماة سلوى خرجت عن الصمت ديالها وفجرات معطيات وتفاصيل مثيرة وصادمة واللي غتغير النظرة ديال شحال من واحد لهذا الملف. والأكيد أن الكثير من بعض الناس كيقولوا أن هناك خيانة، أن هاد منفعلة فعلا قام بهذا الفعل باش أنه يوصل الكرامة ديالو. لكن إخوان أخواتي، الصديقة اللي كشفت حقائق حصرية على الحياة اللي كانت عايشاها سارة وعلى السلوك الحقيقي ديال هاد الزوج بسبب المؤثرات العقلية القوية بما فيها القرقوبي اللي كان كيتناولها وكان كيتخيل راسو بأن الزوجة ديالو الله يرحمها سارة مع رجال. والأهم من هادشي كامل غنشارك معكم اليوم النتيجة الرسمية والنهائية للخبرة التقنية وتفريغ الهاتف ديال سارة من طرف المصالح الأمنية. شنو لقاو في التليفون وكيفاش تبتت البراءة المطلقة ديال سارة أمام العالم. فابقاو معنا حتى لآخر الفيديو، حيت هاد الحلقة فيها اعتبار قوي يا روح الشابة سارة مظلومة. فخروج صديقة سارة وتفنيد الشكوك من بعد الأقاويل والإشاعات الكثيرة واللي دارت في المواقع التواصل الاجتماعي، ومن بعد الفتنة والمكالمات الباطلة ديال الجار اللي هضرنا عليها سابقا، جاء الدور على شهادة الناس ديال القراب من سارة وعارفينها مزيان. أقرب صديقة ديال الراحلة سارة مسمات سلوى قررت أنها تخرج عن الصمت ديالها بشهادة واللي كتقطع القلب وبحرقة كبيرة على صحتها اللي مشات هضرا. الصديقة أكدت للجميع وبالدموع أن سارة الله يرحمها كانت مثال للمرأة المغربية الحرة الشريفة المتربية والعفيفة، واللي كانت مستحيل أنها تخرج على طور راجلها أو دير شي تصرف كيمس الشرف ديالها أو ديال العائلة ديالها. الصديقة قالت كلمات قوية: مستحيل أن سارة تكون خانت أو دارت علاقة مع رجال بحال ما كيروج في مواقع التواصل الاجتماعي. سارة كانت كتحماق على بيتها وباغا غير الستر والاستقرار، ولكن الجحيم اللي كانت عايشاه داخل مع راجلها حتى واحد ما كان حس به. وهاد الشهادة نزلات كالصاعقة على الناس ديال وجود إشاعات في الأول وبينات باللي المظاهر راه خداعة. وحقيقة الوسواس ديال هاد الزوج منفعلة وتأثير المؤثرات العقلية من فيها القرقوبي اللي كان كيتناولهم. وهنا الصديقة غتوضح يعني صبرها على الداء والسبب الحقيقي وراء هاد الكارثة. كشفات بلي الزوج كان كيتناول بشكل مستمر ومنتظم واحد المؤثرات هي عقلية قوية وأقراص مهلوسة. وهاد سموم إخوة الأخوات اللي كانت هي السبب المباشر اللي دمر الخلايا ديال الدماغ والعقل ديالو. بوجود هاد الإدمان وبسبب مفعول هاد الأقراص، الزوج ولا عايش في واحد الحالة مرضية خطيرة ديال الوسواس القهري والشك المرضي، واللي كيتخيل حاجات مكيناش وكيجي وسواس باللي كاع الناس ضدو وباللي مرتو كتخونو. وخا سارة مسكينة الله يرحمها كانت كدير كل ما في جهدها باش ترضيه
وتصبر على التقلبات ديالو. هاد الحالة اللي يستيريو الوسواس الناتجة عن التهم إخوان أخواتي هي اللي خلات العقل ديالو كيريب تماما داك النهار وما يفرقش بين الحق والباطل، وين الحياة واحد إنسانة اللي هي بريئة. هاد العقل ديالو كان مهيب ومحكوم بالهلوسة الخبيثة. فهنا الصدمة الكبرى إخوان أخواتي، نتائج التحقيق في هاتف سارة اللي كانت بالسلطات الأمنية والضربة القاضية لكل الإشاعات للأسف إخوان أخواتي والبرهان الحاسم ديال قطاع الشك باليقين هو نتائج الخبرة التقنية المعمقة واللي دازت الشرطة العلمية والتقنية على الهاتف الشخصي ديال الراحلة سارة اللي طلب من النيابة العامة بوجدة. المحققين فرغوا الهاتف بالكامل، راجعوا المكالمات، الرسائل، تطبيقات التواصل والصور وحتى الحاجات اللي مسموحة، والنتيجة كانت واضحة وصادمة لكل المشككين. ما لقاو والو نهائيا في هاتف سارة الله يرحمها، لا خيانة، لا رسائل مشبوهة، لا علاقات، ولا هم يحزنون. الهاتف أكد البراءة والصفاء التام ديال هاد الشابة العفيفة. النتيجة بينات باللي كاع داكشي اللي كان كيروج وكاع الشكوك اللي كانت في راس هاد الزوج ما هي إلا أوهام وهلوسة بسبب القرقوبة والمؤثرات العقلية وسبب الشحن والابتزاز الباطل ديال الجار الخائن. سارة الظلمات حية والظلمات ميتة بسبب هاد الإشاعات، ولكن العدالة الإلهية والتحقيق الرسمي رجعنا الاعتبار ديالها وديال العائلة ديالها الشريفة. هنا إخوة أخوات كنشوفوا أن هاد المعطيات الرسمية الصارمة ودا عشناها كاملين مع هاد المستجدات وهاد الشهادة الحية ديال صديقة سارة وهاد النتيجة الرسمية ديال الخبرة التقنية على التليفون ديالها، راه ماشي مجرد تفاصيل هاتية، هادشي صراحة حق قوية ولي زلزلات كل واحد كان في شرف هاد السيدة وهي تحت تراب سارة الله يرحمها ويوسع عليها. هي بانت البراءة ديالها أمام المغاربة وبانت العفة ديالها وبان الصفاء ديالها ومشات مظلومة ضحية الشك وضامن الجنة إن شاء الله، حيت ماتت تهضر وهي صابرة ومحافظة البيت ديالها. وهنا كيبين الأخوة أن القضية بلي شحال من مرة كنظلموا الناس بالظن السيء وكنتبعوا الإشاعات بلا ما نعرفوا الحق المرة اللي وراء الجدران. سارة دابا عند الله سبحانه وتعالى والهاتف ديالها شهد بالبراءة ديالها وشهادة الصديقة وحال سيارات بينت الحقيقة كل واحد أمها بالباطل ويتحاسب حساب عسير أمام الله عز وجل. إخواني أخواتي إلى هنا نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد. رجاء ما تنسوش باللايك ديالكم كذلك البارطاج وما تنسوش انكم تفاعلوا من خلال التعاليق ديالكم. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.